فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء تمكنت صباح اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة وللاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف والضرب. والجرح العمديين السلاح الأبيض. إن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة، كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة صباح أمس الاثنين، وهو بصدد تعريض أحد المواطنين لمحاولة سرقة حقيبة تضم مبلغا ماليا قبل أن يوجه إصابات جسدية للضحية بعدما تعذر عليه إتمام عملية السرقة. وأوضح المصدر ذاته بأن ولاية من الدار البيضاء جندت كل من الفرقة الجنائية الولائية وفرق الشرطة القضائية بمختلف المناطق الأمنية التابعة لها، ومباشرة بعد تسجيل الاعتداء بحي السلامة 1 بمنطقة مولاي رشيد، وهو ما ممكن من تشخيص هوية الفاعل الرئيسي وضبطه، بينما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف مشارك آخر كان على متن درجة نارية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء.